مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون المنيو بتاعت اول يوم رمضان. الاكل اللي انا عملته هوريكم بس رز بالخلطة لان الباقي فراخ مسلوقة وشوربة مفيهاش حاجة. ده المكونات بتاعت الخلطة. زبيب ولوز. اللوز بحطه في حلة وبحط عليه مية يدوب تغطيه وبحطه على النار يدوب ياخد غلوة واحدة، علشان يكون سهل في التقشير. زي ما انتوا شايفين كده غلوة واحدة بس، وبطفي عليه علشان يسهل التقشير، وبيكون على طول بيتقشر بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده الحباية طلعت على طول من القشرة بتاعتها، طبعا بعد ما سبته يبرد. وهبتدي اقسمه اتنين. اللوزاية اتنين، لو حابة تسيبيها كده براحتك، انا بفضل اقسمها اتنين. من فوق كده من عند البوز الابيض ده بالسكينة على طول بتتقسم معاكي بكل سهولة. وبحمره حبة زيت او سمنة زي ما تحبي، انا بحمر في سمنة بلدي. والزبيب بعد كده في نفس الحلة بعد ما رفعت اللوز، الزبيب لغاية لما يتحمر وتحسي اتنفخ كده، خلاص كده الخلطة جاهزة. آه، هحطها على جنب وبدأت في الرز على طول. انا بفضل ان انا احمر الرز عن ان انا احرق له معلقة سكر، والموضوع ده انا بفضل ان انا احمره، بياخد وقت ومجهود شوية بس انا بحب طعمه كده اكتر. بفضل اقلب فيه لحد لما يبقى لونه ذهبي، وبعد كده بسقيه بشوربة الفراخ. انا طبعا سلقة الفرخة واخدت الشوربة بتاعتها، تقدري تحطي قرفة قرنفل زي ما انتي حابة، التوابل اللي انتي حباها طبعا. بعد كده ده شكل الرز بعد لما استوى. رز بالخلطة، وكنت عاملة شوربة فراخ بالكريمة والفرخة طبعا المسلوقة. والحلو كان كنافة بالتمر. ده شكلها لما اتقطعت. كل سنة وانتوا طيبين. هو ده كان فيديو النهاردة والأكل اللي أنا عملته النهاردة في أول يوم رمضان، ورمضان كريم، واشوفكم على خير إن شاء الله. فيديوهات جاية قريب، مع السلامة.